أشهد أن محمدًا رسول ولا
الكبرى سيدنا محمد رسول الله. وعلى الآل والصحب الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى ما ضر الشارق ومن بجس بلسان الحقيقة ناطق. أما بعد أيها المحبون فوحدوا الله في موضوع جديد من نوعه ما لاكه لسان ولا سطره بيان، نختص به مسجد الرحمن في هذا اليوم السعيد الذي هو جمعة في الأرض وعند أهل السماء عيد. نتكلم عن معنى من معاني الاسم الأعظم، وإن كنت قد تكلمت في قناة الفتح في الأسبوع الماضي إلا أن هذا الكلام جديد لم يتكلم لا في قناة ولا في إذاعة، فأسمعك الأول أن توحد الله. غفل الناس في زمانكم هذا بالخلافات ونسوا الأشياء الرقائق والأمور الحقائق ووصول الدقائق إلى القلب عن طريق اسم الله الأعظم بالقرآن. فيه حتى لا نضرب عنكم الذكر صفحا، فقد روى البخاري وروى الترمذي نعم عن أبي بن كعب نعم أن رسول الله سأله ما أعظم آية في كتاب الله يا أبي يا ابن كعب؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فربت على كتفه وقال ليهنك العلم، هنيئا لك بالعلم، هو الذي نفس محمد بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس بهما الملك عند ساق العرش. روى أبو محمد الدارمي وهو أحد أئمة الحديث عن أشياخه عن رسول الله وروى الطبراني أن من داوم عليها دبر كل صلاة ما حال بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه. شوف في غفلة ازاي. ثلاثة، نحن نعلم أن الأنفس تتوفاها الملائكة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وأن ملك الموت أيضا يقبض الأرواح والأنفس. طب إيه الأرواح والأنفس؟ في سر غريب. يلا، قبل أن تدخل الروح في الجسد اسمها الروح. اسمها إيه؟ الروح. اسمع معايا الكلام ده لن تصفر به في أي كتاب وأتحدث. قبل أن تدخل الروح وأنت فطمك اسمها في العالم الأزلي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك. دخلت في هذا السجن الظلماني الهيكل الطيني تسمى نفسا. ولذلك هات لي آية في القرآن تقول قتلت روحا. أولا تقتل الروح، أتعدى كل آيات القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس اقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما توحد الله؟ ما سمعتكش وانت بتوحد الله؟ جديد. يبقى لسه في عالم النزل قبل أن يلتقي أبوك وأمك اللي دخل فيك كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ الروح. بعد ما دخلت فيك اسمها ايه؟ النفس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش في اي آية قتلت روحا، بل قال قتلت ايه؟ نفسا. دي بالدقة
هنقعد بقى نبدأ وقتنا بخلافات عقدية وسياسات باطلة وأقوال زائلة وإحنا مش عارفين شيء في القرآن. ينفع الكلام ده؟ أليس هذا هو الجهل بعينه؟ لا. طيب، قال ومن الناس من يتوفاه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم طب تعالى بقى يا حبيبي عشان افهمك ان الروح لما دخلت جواك صارت النفس. الله يتوفى الارواح ولا توفى ايه؟ الانفس. ما سمعتكش وانت بتوحد الله. طب اللي بتتوفاه الرسل كفار يقعدوا يضربوا فيهم عشان الروح تطلع منهم، وملك الموت يقبض المؤمن والكافر، وحتى البعوضه يقبضها ملك الموت. الله، وكيف يقبض روح واحد في العراق والاخر في مصر؟ فقال الله تعالى سوى لي الدنيا حتى صارت مثل طبق الطعام أتقي منه ما أشاء وقت ما أشاء، والفاعل في الحقيقة هو الله، ولا أستطيع أن أقبض روح بعوضة إلا بإذن الله فوحدوا الله. مش عشان يعني هو ملك الموت يعني. طيب، في شيء آخر ما بتطلعش روحه بس دول العارفون المؤمنون الخلص إلا إذا سمعوا النداء يتهادى من صفاح السماء وطباق الأرض لروحه عشان تطلع. النداء بيقول له إيه في آخر سورة الفجر؟ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنشأتها الروح وقال يا إيه؟ نفس تطر من سماع نداء مولاها فتطير في الملكوت أشوق ما تكون إلى الذي ناداها. أبو بكر لما سمع الآية قال ادعو الله أن يجعلني ممن يسمعون هذا النداء، فقال أنت منهم يا أبا بكر. ثم ماذا؟ يبقى آية الكرسي بحفظ عليها دبر كل صلاة تولى الله قبض روحه بيده. الحديث رقم 3. طيب، في 4 أحاديث خليك في الخطبة الثانية عشان حديث بدأت الآية وهي رقم 255 من سورة البقرة. المعلومات اللي هي تكتب مثل الداتا كمبيوتر، رقم 55 من سورة البقرة التي هي سلام القرآن والتي آياتها 286 آية. كلمات هذه الآية 50 كلمة وحروفها 171 حرفا. يبقى كلماتها 50 كلمة وحروفها 171 حرفا. وهي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فيها اسم الله ظاهرا ومضمرا 18 مرة، حتى قال القرطبي وغيره وكان عيسى يحيي بالاسم الأعظم الموتى. اسمه ايه؟ الحي القيوم. فإذا نادى عيسى على صاحب القبر وقال أسألك يا حي يا قيوم، قام صاحب القبر حيا بقدرة الله ما توحد الله. وبه أتى آصف بن برخية بعرش سليمان، بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بالاسم الأعظم اللي هو الحي القيوم. والآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
مبتدأ. وعارفين آخر الآية وهو العلي العظيم، العظيم خبر، بس خبر مكرر. الله بداية البدايات ونهاية النهايات، لكن لا أول لبدايته ولا الآخر لنهايته. يعني عندما يقول في أول الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قال ابن عباس وهذا موضع من مواضع الاسم الأعظم، فهو الايه؟ الحديث. جميل. لكن هنا ايوه ما دعي به الله الا اجل، حتى قالوا ان اسم الله تكرر. لو هتعدوا يعني مثلا الله، جميل، ادي واحد. لا اله الا هو مين؟ ما سمعتش هو مين؟ ما ينفعش الا هو الله. جميل. طيب لا اله الا هو. الحي مين؟ والقيوم مين؟ لا تأخذه هو مين؟ هي برضه الله سنة ولا له. تقعد تعد الظاهر والمضمر إلى أن تصل إلى رقم 18. فشيء عجيب جدا أن آية واحدة وعد اسم الله الأعظم كم مرة ظاهرا ومضمرا؟ 18. وأكبر آية في القرآن وعد لفظ الجلالة هما آيتان على مستوى المصحف كله. أولا آية الدين تكرر فيها اسم الله 6 مرات، والذي تكرر 7 مرات اسم الله، كلمة الله، في آخر آية من سورة المزمل. ما سمعتكش وانت بتوحد الله. شوف بقى، احنا بنمسك القرآن مش بنعوم، لا، ده احنا بنبص في الأعماق. الله ما معناه؟ أنا بسألك ما معنى مروحة؟ تقول هيكل حديدي له 3 جهات للإحضار الهواء. ما معنى الميكروفون؟ برضو آلة حديدية مخروطية الشكل لتكبير صوت الإنسان. ما معنى الله؟ اسم علم على الذات الإلهية المعبودة الموصوفة بكل كمال والمنزهة عن كل نقص. طب توحد الله، يبقى الاسم الرسمي للمعبود بتاعنا اسمه ايه؟ ولذلك قال رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ايه؟ سمية. يعني مش فيش حد في الكون يستطيع ان يتسمى كلمة ايه؟ الله. ولما ارادت قريش ان تحرف الاسم فسمت رجلا في الجاهلية كان يلد السمن بالدقيق ويوزعه قربة إلى الله فعبدته العرب فسموه اللات، اللي بيلد السمنة. زي واحد يقعد يلد في الكلام، أنا بيلد سمنة بدقيق عشان يطلع لك خبز يديه للناس. واللات هي عبارة عن الهاء الساكنة في لفظ الجلالة الله، حط عليها نقطتين. وتختلف عن اسم الله في أن الألف واللام بعدها ألف مكتوبة فيها ثم تاء مفتوحة، لكن لفظ الجلالة ليس فيه ألف إلا كلمة إيه؟ الألف الأولانية واللام وألف صغيرة ثم هاء حتى لا تختلط مع اللام. لذلك ربنا قال في سورة الأعراف وذر الذين يلحدون في إيه؟ في أسمائه. العزيز سموه العزة والله سموه الله. ما توحد الله. وهو اسم إذا قرع القلوب تمايلت طربا وحفت بالتقى أسرارها. اسمه الله. أهو اسمه إيه؟ ما سمعتش اسمه إيه؟ والغريب أن أسماء الله 99 فيها ما هو منقوط وما ليس بالمنقوط. وتنزه اسم الأعظم أن يحتاج إلى نقط. الألف زي المكتب زمان لا شيء عليها، واللام برضو لا شيء عليه، واللام لا شيء عليها، والهاء مش عليها حاجة. يبقى لم يحتاج إلى شيء. ليه؟ لأن الكل فقير إليه والغني هو مين؟ ما سمعتش الغني هو مين؟ الله. اللي عبارة عن رقم
مضروب 19 اللي هو عدد حروف البسمله في 123. ده شغلانه بقى. الله. ومن ثم فلفظ الجلاله الله ذكر. يعني واحد قال الله 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 الله، ويجي واحد من الناس اللي هي 4 بطاريات يعني ما تفهمش، يقول لك مش تذكر الاسم مفرد. طب انت رايك هيصاب القران؟ لان ربنا بيقول لك قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله. وعشان اذا التقى الساكنان هتكسر الحرف الاولاني قل الله وعليها علامه الوقف، يبقى هتقول كلمه واحده، هتقول ايه؟ الله. كم مره؟ ما حددهاش. لو قلت الله 10 مرات زي اللي بين 10,000 فلا حصر عليك، لان الامر هو مين؟ فالقشيري في تفسيره قال وهام رجل بذكر كلمه الله 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 وهو ماشي في البيداء في الصحراء، فاصطدم بشجره فانشدخت راسه فكتب الدم على الارض الله. تطلع لي اتحرمت وما تقولش الله، ولا اقول ايه؟ أباما ولا اقول ايه؟ ما انتوا غلطوها بالسياسه. ما تخلينا مع ربنا شويه. النهارده كله بيشتغل في السياسه. امال مين هيزرع؟ مين هيحصد؟ مين هيزرع؟ مين هيعمل؟ مين هيسوي؟ خلينا مع ربنا شويه. انت لما بترى شيئا جميلا الله، ايه الجمال ده؟ تسمع صوتا جميلا لقارئ جميل غصب عنك الله. وعلى فكره كلمه الله مش شرع على القارئ، لاننا عندما استحسنت صوت القارئ ومعنى القران قلت كلمه ايه؟ الله. قلت كلمه ايه؟ فربنا بيقول لك اهو في سوره الانعام الله تعالى قال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. قول الله الله، ما تقول الله ما سمعتش الله الله. انا مع القران عاوز واحد بس واخد دكتوراه في العلم يجابهني الله. ما تقول يا اخي الله الله. طيب الملائكه هتكتب لها ايه؟ ذكر ولا لا؟ ذكر ولا لا؟ ذكر يا اخي. هذا علم الاعلام، اسم يريح. انت لما بطنك بوجعك او اي عضو بوجعك بتقول والدكتور بيسالك ويقول لك وبتاع الانف الاذن والحنجره عشان يفتح بقك ويشوف اللوز او يشوف زورك في ايه تقول تقوم ترتفع اللهاء اللي هي لسان المسمار اللي هو من كلمه اللي ينطقها الاخرس ولو قطع اللسان من انسان لنطق اسمه اسمه بالسرياني قبل القبل ولذلك المريض اللي هو عربي انجليزي فرنساوي طلياني الماني عندما يتوجه يقول ايه؟ الالف اول حرف والهاء اخر حرف في كلمه ايه؟ الله. كلمه ايه؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الجماعه لما ازدحموا على سيدنا واحد يقول له انت ساهل وما يردش، انت كاهن ما يردش، انت مجنون ما يردش. برضه في سوره الانعام قال له هتقول كلمه واحده بس قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى هيقول ايه؟ الله بس. وعلى وقف. ومعنى الوقف ان الله هنا في الاعراب يا سريا هي جمله مقول القول عرف لها كلمه واحده فيها المبتدا تقديره هو الله. تقديره ايه؟ هو الله. لا اله مبتدا ثاني، اله خبر، لا اله بدل من الله. وبعدين لا ما تقولش نافيه للجنس لان الله ليس من جنسه احد لانه واحد احد فرد صمد فواحد الله. واحد يغلط. لا اله الا هو مبتدا وخبر او بدل او
مبتدا ثاني وخبر. الحي مبتدا ثاني. القيوم مبتدا ثالث، لغايه ما تعد يطلع كام مبتدا وفي الاخر الخبر، وهو العلي العظيم. بتوحد الله. ده كلام كبير. ما تقولش لا انا فعل الجنس، لان ربنا ليس من جنسه احد. عيب. وبعدين الحي القيوم. ايه الحي؟ البكتيريا ما كان حي، النبات كان حي، الحيوان كان حي، مش كده؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء ايه؟ طيب وربنا اسمه ايه؟ حي. لكن حياته تمد كل حياة وليس العكس. تاني حياته تمد ايه؟ كل حياة. فصاروا اسمان، صار اسمان محيي ومميت. محيي ومميت، مش كده ولا ايه؟ ما معنى محيي ومميت؟ يعني محيي يحيي من مات، ومميت يميت من كان حيا. لذلك ابراهيم بيقول ايه؟ إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طب توحد الله. حي قيوم. حي صفه الذات، والحي الذي جل جلاله بقدرته يحيي الموتى، وفعله كلام، ورزقه كلام، وحسابه كلام. الله تعالى خلق الخلق بكلمة من حرفين، إنما أمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيقول. طيب حتى لو عاوز يموت برضه، عاوز يصحي برضه بحرفين اثنين. اسمع كده يا حبيبي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. مش موتهم، لا، فقال لهم الله إيه؟ فقال يعني موتوا. طب انت قول لحد موت كده مش هيموت، لكن هو لو سلطان يموت يبقى ايه؟ مات. بعد ثم ايه؟ تقدير. ثم قال احيوا فاحيا. يا سلام على الكلام. حي قيوم اسم من اسماء الذات. حي قيوم، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. لم يتكرروا في القرآن إلا في 3 مواضع. الأول في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه عندما يقول الله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. 3 مواضع. حي قيوم. حي انت حياتك نكد في نكد. من اول ما طلعت من بطنك قطعت سرتك فانقطعت بصرتك، وبدأت بالرضاعة ولو فاته الطفل ضاع، ثم خروج الاسنان وما فيها من الامراض وما فيها من الولدان، ثم المعلم وصلته، ثم القطر ودولته، ثم الامراض. بعد سن 40 تبدا النقرس، يبدا ظهرك، يبدا انزلاق غضروفي، الضغط، السكر. لذلك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك ايه؟ كدحا فملاقيه. حياه
لا تملك لنفسك فيها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. خلي بالك من الكلام. طب حد يعين نفسه؟ ابدا. حد يوزن نفسه؟ ابدا. الذي هو يطعمني ويسقين، مش كده ولا ايه؟ وبعدين واذا مرضت هو من اسماء الله. حتى الامام الرازي قال انه روح الاسماء 99. حتى لما تيجي تقرا قول الله في سوره الانعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، سبحانه وتعالى. الا هو. طب هو مين؟ الله. تنصرف على مين؟ هو مين؟ هتقول لا هو مش شايف. طب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وهو مين؟ الله جل جلاله. الله حي قيوم. اسمه الله تعالى اذا مرض الخلق يشفيهم، اذا غضب الخلق يرضيهم، اذا جاع الخلق يطعمهم ويغذيهم. فلا عطاؤه في حال العصيان منقطع ولا في حال الطاعات منقطع. يرزق العاصي ويرزق الطائع ويرزق الكافر، ولربما وسع الرزق على الكافر وعلى العاصي حتى يستحي من الله ويرجع الى الله. والباقي عليك. حتى يقول في بعض الاحاديث عبدي كبر سنه واحتوت بطنه وشاب شعره فاستحي مني فاني خلقت الشيب من نوري واني استحي ان اعذب نوري بنار يوم القيامه. عيب عليك. استحي بقى. كانك عاده وسط زمان تروح تبص في الاسواق ولا تقلب ولا تعمل، انت بيني وبينك شبر اهو. خلي اللي باقي عباره عشان ابص من اخر الصفحه اتجاوز عنك، لكن من اولها لغايه اخرها اسباب النار مسواك وبئس القرار. ما توحد الله يعني. الله. لذلك يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ايه؟ وانتم ايه؟ مسلمون. يبقى حي حياته ليس فيها مرض. حد سمع في ايات الله في قران الله في الزبور في التوراه ربنا عين وراح جبريل زار ملائكه زاروه؟ ابدا. حياته دائمه، حياته ثابته، لا يعزله احد ولا يوليه احد ولا يرفعه احد ولا يضعه احد، لان الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته قل اللهم مالك الملك. بتعمل ايه؟ تؤتي ايه؟ الملك ايه؟ من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار. طيب وتخرج الايه؟ حي قيوم. تخرج الايه تاني؟ ما سمعتش تخرج الايه؟ الحي من الميت. ايه الحي ده؟ الحي الكتكوت بيطلع من البيضه بتاعت الدجاجه. طب العكس، ويخرج الميت من الحي والبيضه من الفرخ. اللبن يطلع من البهيم. هذا ميت، لكن في معنى اعلى من كده. ابو جهل فرعون الامه ميت بالضلال، مش كده؟ واخرج الله منه رجلا مؤمنا من الصحابه اسمه ايه؟ عكرمه ابن ابي جهل. ومع ذلك هذا حي ودك ايه؟ من الذي احياه؟ ما سمعتش من الذي احياه؟ كلامك حلو بس عاوزين دليل يا فضيله العالم. الله تعالى قال في الانعام، برضه الانعام مسيطر عليها النهارده، او من كان ميتا ودنا التراب لا فاحييناه وبعدين وجعلنا له نورا يعني هدى يمشي به في الناس. يبقى ده مثال من كان ابوه كافرا
ضده رجلا يوحد الله فوحد الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الميت من الحي ويخرج الميت من الحي. في آية برضه في إن الله فالق الحب والنوى بيعمل إيه؟ يخرج الحي من الميت، ما قالش ويخرج بعدها ومخرج الميت من الحي. دي عاوزانها بقى ايه؟ لقاء اخر. واحد من الناس في تاريخ بغداد ان امرأة غلب على لسانها كلمة الحي القيوم، الحي القيوم. ذكر ولا مش ذكر؟ ما تقول علي الشباب. سيدنا النبي ليلة 17 رمضان كانت ليلة جمعة في غزوة بدر، فكان طوال الليل لا يزيد إلا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. كم مرة؟ كذا ألف مرة. وشوفوا الكتب بتاعت السيرة، عشان مش واحد يجي يطلع لي على قناة يقول لي يحرم ذكر الله بالاسم الأعظم، بالاسم المفرد يعني. طب الاسم مفرد هنصدقك، هات لنا الدليل بالقرآن يقول لا تذكروا الله باسمه المفرد، بل الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ايه؟ اذكروا الله. ويقول الله 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 3 سنين جاي ذكرا كثيرا. وكثيرا قد ايه؟ البنك بتاع ربنا انا هيقول لك لا ما عادش عندي دولارات ولا عاد عندي حسنات، ده هو بحسب المثال. فغلب على لسانها الحي القيوم، الحي القيوم مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله. في 14 رواية في كتب الأحاديث أن رجلا من الصحابة، مش نبي، اسمه خارجة بن زيد، ومغطيينه بالسجاد بالغطاء عشان يدفنوه. افهم الكلام. قعد والحاضرون شهدوا وسمعوا وهو يقول الله أكبر لا إله إلا الله هذا محمد رسول الله. ده في عهد سيدنا عثمان بعد موت أبو بكر وعمر وانتقال سيدنا النبي للحضرة الإلهية. الله أكبر. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا الصديق في الغار، السلام عليك يا فاروق يا عمر. يبقى حياة ايه بعد موت. هنصدق أهلا وسهلا، مش هنصدق الكتب موجودة. ولأن الفاعل هو الله فهل هذا صعب على الله؟ يبقى اسمها حياة ايه؟ بعد موت. واحدة من عباد الله في بغداد شغل لسانها بهذا ثم ماذا؟ ودي كرامة من كرامات الأولياء، وكونك انك انت تنكر انت حر، لكن هذا الثالث بالكتاب والسنة. هتحاول بعيد برضه، هو ده عملك أسود إن شاء الله عشان تعترض على القرآن وكرامات القرآن. هذه المرأة لما جاءها الموت قول يا بنتي لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله الحي القيوم، وخرج السر إلهي. وصلت عليها الأمة في بغداد، وكان في زمانها رجل نباش يمشي بالجنازة يعيط ويبكي وكأن الميت أبوه أو أخته أو أمه، وبعدين يتوارى وراء القبر من القبور ثم ينبش القبر ويأخذ الكفن إن كان حريرا أو قماشا. فلما أن احتفر قبرها ووصل لحدها ووصل رأسها فخلع ما على رأسها، ويعملوا للست من دول في البلاد العربية طاقية، خلع الطاقية فانخلع ما على عينها وما على خديها، فاستوت جالسة في قبرها بقدرة الله فوحد الله. ثم قالت مخلوق مغفور له يسرق كفن مغفور لها. والله لو كلمت واحد من حضراتكم لا هيموت فيه، لكن شوف القلب انه اساسا عاصي وقلبه ملوث معصيه. فقال عجبا أحياة بعد موت؟ قالت له لا تعجب
لأن محب الحي حي. من واحد يا أخي؟ لأن محب الحي، ده الحي اسمه هو، اسمه ايه؟ حي. قال ما علينا ما علينا. طيب انت مغفور لك لأنك عابدة صالحة تصلي بالليل وتصومين بالنهار. طب وأنا اللي ما تركتش امرأة ولا رجلا إلا يردوه لثيابك. قالت له إن الله تجلى على كل من صلى عليه فغفر له جميعا وأنت منهم، فتب إلى الله يا عبد الله. فتاب. يبقى مين الميت ومين الحي؟ هي اللي ميته وهو اللي حي ولا العكس؟ ها؟ ده الموت ما هو إلا خلعت الجلبية دي والبس الجلبية الثانية، والجواهر والأعراض قائمة بالله سبحانه وتعالى. صح ولا مش صح الكلام ده؟ بس ما اعتدش وانت بتوحد الله. يبقى لأن محب الحي ايه؟ حي قيوم. قامت السماوات والأرض بأمره. معنى القيوم واصلها قيوم، قافيه واو، فأدغمت الواو في الياء وشددت، يعني هي صارت قيوم من غير شد عليها، فاضافت الواو الثانيه الى الياء فصارت قيوم. ومعنى قيوم مش قائم، لا، أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت. لو قائم ممكن يغفل لحظة، لكن قيوم من شدة قيامه. ألا ترى إلى امرأتك إذا احتاجت طبيبا ليولدها بالليل ذهبت إلى المستشفى؟ ولو أن بحظيرة بيتك بهيمة وهي في الحمل بتاعها أو في العشار، ثم تقوم من نومك في الصباح فتجد العجلة بجوارها، من الذي ولدها؟ من القائم على أمرها؟ حاجة غريبة يا أخي، لا راحت مستشفى ولا ده ولا ده ولا دكتور خش عليها، يبقى القائم بأمر العباد جميعا مين؟ ما قالش القائم، اسمه القيوم. ولما في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. بما ايه؟ كسبت. على كسبت يعني ايه؟ رزق، عمل صالح. لكن لو شيء سيء لها ما كسبت وعليها اسعى. لها ما كسبت وعليها ايه؟ ما اكتسبت. يبقى قائم. وبعدين صفته ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يا سلام. عارف السنة؟ فتور في العين من غير نعاس في العقل او القلب. تاني، فتور عينك تسبل لكن انت سامع الحوار. يعني العربية عمالة تهف بيك مشوار من الى اسكندريه، يبقى عينك بتعمل ايه؟ تفتر لكن قلبك ايه؟ سامع الكلام. خلي بالك من الكلام. طيب، والنوم خلاص فقدان السمع والبصر وغشيان السبال على العقل البشري، المخ. لكن المخيخ والجسم الصلبي في النوم لا ينام، لأنه لو نام لسكت القلب وسكت التنفس وسكت الهضم. لكن انت في الليل بتملاها من خيرات الله. مش عاوز اقول بتملاها ايه وايه وايه وايه، ولو احتجنا الى معمل كيميائي عشان يوزع البروتين في ناحيه والكربوهيدرات في ناحيه والميه في ناحيه. وبعدين ما عليك يا حبيبي الا الصبح تروح الحمام تفصل البول عشان فيه اذى، وتفصل لي ربنا يبارك يا ربي فيما ينزل. لا تعبت في شيء ولا خطر على بالك ان تحمد الله. ده مجرد الشيء اللي بينزل منك بالبراز فيه 400,000 حالة كيميائية لا يفعلها إلا القادر القاهر القيوم اللي اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ القائم مين؟ والقيوم مين؟ لاحظ دي، أجيب لك أمثال في اللغة والشعر مش هتفهمها، لكن هو في أنفسكم فلا تبصرون. لذلك الإمام علي يقول الأمير علي
ومن بالمديح له يجده مقالة صدق فخذها تفز وصنها وذكر بما يخبر دواءك فيك وما تبصر وداءك منك وما تشعر وتحسب أنك شيء صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل شيء فيك انت الكل كله. تعالى كده اضرب ابره او شركه دبوس في اي حته في جسمك هتجيب ميه، هتجيب دم. اخبط طروبه في اي حته هتجيب ميه، ما انت زي الارض. وزي ما الميه فيها المالح وفيها العسل، فيك الشرايين الحلوه وفيك الاورده اللي شايله البلد. الله. وكما ان فيك ارض، جسمك كله من الارض، 16 عنصر في جسمك من الارض، فإن فيك من السماء عنصرا وهو الروح. مش بقول ارجعي إلى مين؟ إلى ربك فين؟ حتى الهلكة يقول لك صعدت الأمجاد السماء، راحت فين ده؟ والله ما رايح ولا صعد، لأن ربنا قال في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال صلى الله عليه وسلم التائب وندم كمن لا ذنب له. ادعو الله. الحمد لله على كل حال، وسترا منك في الحل والترحال، ونسألك أن تحول حال أمة مصر والإسلام إلى أحسن حال، أدم عليها السلم والسلام والأمن والأمان. آمين آمين. لا تأخذه سنة ونوم. روى الإمام الترمذي في نواه الأصول، خلي بالك الكلام كله من المصادر، يعني دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال ايه في نواه الأصول يا سيدي؟ قال سألت بنو إسرائيل موسى هل ينام ربك؟ وأمة بنو إسرائيل دائما أمة شاكسة في القرآن، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ مش في أكثر من كده. طيب فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، الآية رقم 55. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعلكم يعني أنا هديك فلوس يمكن تفلح، مش هيفلح. طيب هل ينام ربكم؟ فاستعاذ موسى بالله لأن هذا تجرؤ على الحضرة الإلهية. وكلم وسلم. وعندما يدخل في طور سيناء ينزل عليه عمود من النور يحجبه عن العالم، عن البشر وعن الشياطين وعن كل شيء. عمود من النور وهو شاف الكلام ويسمع كلام الله، لكن يرى ما ينفعش. طيب فربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلص المناجاة قال ماذا سألتك بنو إسرائيل يا كريم الله؟ فقال أنت أعلم بما قالته بنو إسرائيل. طب أنت عارف كل حاجة، وربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال يا رب يقولون هل ينام ربك وأنا استحييت وأنا أسألك. قال خذ قارورتين، يعني زجاجتين، زجاج مش بلاستيك، تصحى معاه شويه، زجاج كانش بلاستيك طلع، وابلعوها بالماء واسهر عليهما 3 ليال. تمام. فمرت اول ليله وموسى سرى يقظ، وجاءت الليله الثانيه يغلبه النوم والنوم يغلبه ويغلب النوم. في الثالثه لازم ايه؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فنام غفل، يده تركت قهرا فسقطت الزجاجة على الأخرى فانكسرتها فانسكب الماء، فصحى موسى على سكب الماء فأوحى الله إليه ماذا حدث يا موسى؟ قال سبحانك فقد نمت وغلبني النعاس فسقطت الزجاجة الأولى
أو لو أخذني النوم لسقطت السماوات على الأرض ولانهدم الملك والملكوت ولكني أنا الحي الذي لا أموت. يبقى لا تأخذه ايه؟ والسنة يا حبيبي فتور في العين، والنوم اللي هو استغراق القلب والحواس، مش كده؟ وبعدين انت الذي يشفع عنده الا باذنه وبقيه هذا يرجى الى اللقاء الاخر اذا احيانا الله واياكم في شهر الدين، لانه سوف يشمل الشفاعه وسوف يشمل الكرسي والعرش، وهذه الغيبيات وهي من الامور التي من المفروض ان نعرف بها الناس. وقبل ان انتقل من احضان القران والنبي العدنان فاني ادعو الله الى فقيد امه الاسلام والعروبه، ادعو الله ان يرحم الملك عبد الله عاهل المملكه العربيه السعوديه الدولة الشقيقة. وليس هذا كلاما في السياسة، وإنما هو وشيجة رحم، فمصر وهاجر أم العرب قاطبة، والنبي في مصر رحم ونسب صلى الله عليه وعلى آله، والقائمون على الحرمين في مكة والمدينة وبفضل الله أنتم ترون التوسعة التي في الحرمين. يعني انا بقول لو ان الحرم ده والحرم ده في اي دولة مش هيعملوا فيه الكلام ده عشان تبقوا عارفين، لكن بصراحة القائمون على امر الحرمين في السعودية ادوا واجزموا واعطوا وافاضوا، وشوف التوسيعات دي كلها فين مع ما اعطاهم الله من الثراء بدعوة جدهم ابراهيم وارزقهم من الثمرات. الم يقل الله رب اجعل هذا البلد ايه؟ آمنة. طيب وبعدين في البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قالوا أنا بقى هتوصى لأن إيمان المؤمنين لا يزيد في ملكي ولا عصيان العاصين. قال ومن كفر بعدين فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الإيه؟ من هنا نقدم خالص التعزيات ونستمطر رحمة الله لعائلها ولموتانا جميعا، فاللهم زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته واجزيه عن مصر وعن العروبة وعن الإسلام خيرا. وكما لا ننسى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الذي وجهه اضوء من الشمس والقمر عدد حسنات ابي بكر وعمر. اللهم صل عليه وعلى اله في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وفي كل حين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم انا نسالك طرفا دامعا وقلبا خاشعا وعملا نافعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك صدرا مشروحا وقلبا بذكرك منفوحا وتاريخا بطاعتك ممدوحا. اللهم انا نسالك ان تقضي مصالحنا ويسر امورنا، تصلح زوجاتنا وتصلح ازواجنا، اشف امراضنا وحقق اغراضنا واستر بناتنا واعراضنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا واقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.